لجان الفنانين اصبحوا في حتة تانية يا جماعة، بقى في نوع من انواع الغباء غير عادي. انا اتكلمت عن فنانة ومش هقول اسمها في الفيديو ده بصراحة، لان اللجان بتاعتها متخلفة متخلفة، يعني اسمها وردة يعني، فاهم؟ والحدق يفهم يعني. الفنانة دي يا جماعة عاملة مسلسل غالبا ما حدش بيشوفه الا اللجان بتاعتها يعني، فانا كنت بتكلم بقول ان المسلسل مش متشاف كويس، بس يعني هو اللي انا قلته ان المسلسل مش متشاف كويس. ما قلتش مثلا ادائها وحش، ما قلتش اي حاجه خالص، لان فعلا انا ما شفتوش عشان اقول اداء ولا مش اداء، فاهم الفكره؟ بس بقول انه مش متشاف كويس، المفروض كان يتشاف افضل من كده. كميه كومنتات شتيمه فيا وفي محتوايا وفي الناس اللي بتتابعني، وشتيمه غير عاديه ان ادائها حلو. طب ما انا ما بتكلمش على الاداء، يعني انت فاهم الفكره؟ بيقول لي اصل ادائها حلو، واللي يقول لك اصلها متشافه في الجزائر، اصلها متشافه في مش عارف في المغرب، اصلها متشافه في الكويت ومش عارف. انا مش مهم، يعني مش بالنسبه لي ده مش مهم خالص يعني. انا بتكلم في حاجه، انتوا بتشتموني ليه؟ يعني قولوا لي لا انت غلطان، ده واضح ان انت مثلا ما بتشوفش الحاجه دي. وعلى فكره مش غلطان، لان انا عارف المسلسل مش متشاف خالص، وهي اقل من ان حد يشوف لها مسلسل بصراحه يعني. هي اخرها تطلع في اعلان، هي شاطره في الاعلانات. لكن بصراحه الموضوع اوفر قوي في اللجان، يعني حضرتك دافعه غلط. المفروض يتكلموا مثلا يغلطوني، يقولوا لا ده احنا بنشوفه مش عارف ايه، لكن لا، ايه ترند في الجزائر والكويت كلها بتتفرج عليه، السعوديه كلها بتتفرج عليه. ما حصلش، ما حصلش ما حصلش خالص. والاداء بتاعها افضل اداء يا سيدي، ما بتتكلمش على الاداء. لجان متخلفه جدا. لو عرفت اسم الفنان يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، وتابعني بنزل محتوى يومي عن التمثيل. وبس كده، سلام.